بص يا غالي، خليني اقول لك على سر في موضوع التجارة والمشاريع، وهو ان احسن واعلى ربح في شغل المواسم. حد هيجي يقول لي ما هي جديد، ما انا وانت وكل الناس عارفين كده. هرد عليك واقول لك معاك حق، بس مش هي دي التركايه. التركايه بقى انك تشتغل على نقطة الموسم وبس، وركز معايا قوي في كلمة الموسم وبس. وتعالى اقول لك انا اقصد ايه. احنا يا غالي هنسيب التجار والمحلات شغالين في كل حاجة طول السنة، وهنيجي على الجاهز نزاحمهم في الموسم وعز الوقت بتاع الشغل. هتسألني ليه؟ هقول لك لان اعلى ارباح بتبقى في الوقت ده، والناس بتكون عايزه تشتري، وكميه الطلب بتبقى عاليه قوي. وطبعا بما اننا داخلين على رمضان، ربنا يبارك لنا ويبارك لكم فيه ويعود علينا وعليكم الايام بخير. فتعال بقى اقول لك على انسب وافضل مشاريع ممكن تشتغل فيها وتستغل موسم رمضان ده احسن استغلال. بس في البداية عايز اوضح لك نقطتين مهمين جدا. اولا انا هتكلم عن حوالي 10 مشاريع، وفي كل مشروع هوضح لك اهم 4 نقط انت محتاج تعرفهم، وهم ابدا ازاي، واجيب بضاعه ومستلزمات المشروع من فين، وكمان ايه الطرق اللي تعرف تبيع بيها المنتجات. ورابع حاجه هوضح لك امتى تبدا المشروع وامتى توقفه. وعشان كل مشروع ياخد حقه في الشرح والفيديو ما يكونش طويل، فانا هقسم المشاريع دي على حلقات هينزلوا ورا بعض في سلسله على القناه، وكمان هحطهم لك في قائمه تشغيل واحده اللي هي غالبا هتكون دي. تاني نقطه مهمه عاوز اكد عليها، وهي انك لازم ولابد وحتما تدعمنا بلايك عشان نقدر نكمل، وكمان تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان لما تنزل الحلقات الجايه توصلك لحد عندك وانت زي الباشا. تعالى بقى نروح لاول مشروع، وهنبدا باشهرهم وهو فانوس رمضان. ومش عايزك تستهون بالمشروع ده لان فيه كميه مبيعات مرعبه فعلا. طيب هنبدا فيه ازاي؟ بص يا غالي، انا هتكلم هنا عن الشخص اللي ما يعرفش حاجه خالص. فانت هتبدا بكميه مش كبيره، بس حاول تشكل فيها على قد ما تقدر. يعني يكون فيها احجام كبيره وصغيره وخامات مختلفه زي معدن وخشب وقماش وبلاستيك. وعشان خاطري بلاش تشتغل بكل الفلوس اللي معاك، وبلاش تعرف ليه دلوقتي. انت بس اسمع النصيحة ومش هتندم. طيب هجيب بضاعتي من فين؟ انا هقول لك على مكانين مش مكان واحد، بس الكلام ده لسكان القاهرة والجيزة. فمعلش لو انت من سكان المحافظات التانية حاول تدور على اقرب تاجر جملة ليك في منطقتك. والمكانين هم العتبة وشارع الخيامية في الدرب الأحمر. وبما إنك جديد وعشان ما يضحكش عليك في سعر ونظام البضاعة، حاول تاخد لفة كويسة وبتركيز في المكان كله قبل ما تشتري. طيب نروح للسؤال الثالث، أبيع بضاعتي إزاي وفين؟ أنا هقول لك على طريقتين، والميزة إن كل واحدة فيهم مختلفة تماما عن التانية، والأهم إنك تقدر تعمل الطريقتين مع بعض. الأولى وهي أنسب طريقة لكل المشاريع الموسمية، وهي البيع أونلاين بالطريقة وفي المنصة اللي تعجبك، سواء بقى فيسبوك أو انستجرام أو تيك توك أو غيرهم من المنصات. وإن كنت أنا بحب وبفضل التيك توك لأن الانتشار فيه أسرع والوصول فيه للمستهلك أسهل من غيره بكتير. وميزة طريقة البيع أونلاين إنك ممكن تصور كل البضاعة اللي قدامك في السوق وتنشرها وتعرضها عندك، وبكده أنت بقى عندك كمية كبيرة في العرض من غير ما تدفع حاجة، بس بشرط تكون عارف سعر كل حاجة انت بتنشرها وتعرضها عندك. تاني طريقة وهي الفرشة، ودي حرفيا اللي بتحرق معاك وبتعمل احلى شغل. ودي ليها طريقتين، طريقة عادية وطريقة فيها تركاية صايعة قوي هقول لك عليها. نروح للطريقة الاولى، وهي انك بعد ما تشتري بضاعتك شوف اقرب سوق ليك وانزل وشوف لك مكان فيه ويفرش بضاعتك. وبما اننا في موسم فنسبة الارباح بتكون عالية، فحاول تخلي ارباحك في المعقول واسعارك تكون ممتازة عشان تعرف تحرق البضاعة اللي معاك في اقل وقت. روح للطريقة الثانية وخد بقى من اخوك التركاية الصايعه دي، وانا شفت واحد عاملها وبصراحه احترمت ذكائه فيها قوي. وهي انك لو عايز مكان كويس جدا تفرش فيه، يبقى تلعب على اهم عامل في الموضوع وهو الاطفال. فساعتها حاول تخلي اغلب شغلك خاص بالاطفال، وشوف اقرب حضانه في منطقتك او في اي منطقه تعجبك، وروح واتفق مع صاحب الحضانه انك هتفرش بتاعتك قدام الحضانه بتاعته لمده اسبوع او 10 ايام، حتى لو بمقابل مادي. وفي خلال يومين او 3 هتكون علقت مع الأطفال، وبعد كده هم هيزنوا على أهلهم عشان يشتروا لهم، وغالبا هتكون أنت أول اختيار، بس بكذا شرط: لو كان أسلوبك حلو وأسعارك كويسة وعندك طريقة عرض حلوة للأطفال. طيب إمتى أبدأ المشروع ده وإمتى أوقف؟ ابدأ من دلوقتي وحاول تخلص وتوقف على أول رمضان، لأن أقصى مدة معاك تقريبا من 5 رمضان ل10 رمضان، وبعد كده تقريبا بيع الفوانيس الموسم بتاعه بيكون انتهى، وبكده ندخل على المشروع الثاني. بس ده هيكون في الحلقة الجاية بإذن الله، واللي هي لو كانت نزلت هتلاقيها في الفيديو ده. فما تنساش بقى تدعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك باقي السلسلة بإذن الله. سلام.
سلام.